كده حساب الحاجه دي 95. مش حاسب يا حاج. حاسب يا عم، انا عادي يعني 95 دي. ده انا اللي بحاسب المره اللي فاتت. يا عم دي سكرينه وجرايب، مش هو 95 عادي، جنيه بس والراجل بيقول لك برضه 95,000. بس حساب عندي بس اتفضل. ليه يا عم؟ لا شوف انت الحاجه عايز بتاعت ذنب. مين. لا لا عادي مالكش والله. ازاي يا عم؟ لا والله مالك ذنب. ذنب هو ايه معاك يا جدع يا باشا؟ عادي، انا ثانية طول عمري بحاسب يا عم. على مشاريب ما كانتش من الاول مشاريبي. في ناس جم شربوا على حسابي ودفعت حسابهم من جيبي. حبيتهم جدا والله ودريت في عيوبهم والله. انا كنت بحب الكل بجد، لكن الكل كان عامل فيها حبيبي. ما كانوش بيحبوني بقلوبهم. تقريبا كانوا شايفين ان انا وقت لطيف، واد اسمر طيب دمه خفيف، والهم عشان يمشي وينزاح مش محتاج اكتر من واحد طيب ولذيذ وبدم خفيف. ياه، تصدق بالله انا ياما حسبت على مشاريب وكل اللي شرب كان ناس غيري. انا كنت بقول ان انا شجرة والناس واقفين والطير طيري، بس لقيت ان الموضوع غير كده خالص. اول ما يكون في الجيب فيه فلوس الكل بيجي يحضن ويبوس، واما الدنيا دي بتيجي تدوس الكل اوام ينكر خيري. انا ياما حسبت على مشاريب وكل اللي شرب كان ناس غيري. الناس تشرب وانا احاسب، اخسر من غير اي مكاسب، اديهم الف امان في الوقت اللي الناس كانوا بيقولوا فيه ليا يا واد خد بالك ويا واد حاسب. الاقيهم فعلا ناس وحشين، او زي ما تقول كده كانوا امتحانات والكل خرج منها راسب. عمال بدفع الهم انا دفعت حسابه، والخذلان برضو انا دفعت حسابه، والشخص اللي انا حبيته بجد وما حبيتش الحب اللي انا حبيته له لحد اول ما وصلنا لوقت الجد اداني ظهره وقفل بابه. فما جاتش عليه، ما جاتش عليه. ويا ريت كل الحسابات تشبه حسابات معاليك، سكرينه و... وجراب، او حتى يا اخي والله كوبايه شاي، احسن ما يعدي العمر واقول هو اللي جرالي انا ليه وجرالي ازاي. احسن ما يكون الجاي مليان خذلان ولا مهالك. احسن ما اقعد اسال نفسي مين اللي بيكرهني ومين سالك. صدقني كلنا بنحاسب على مشاريب، ويا ريتنا حاسبنا على حسابنا، ويا ريتنا قفلنا علينا بابنا، ويا ريتنا ما سيبنا ولا تسابنا ولا كنا في يوم شفنا الناس دي وعرفناهم. كانوا كل منانا وكل مالينا، لكن احنا عمرنا ما خطرنا على البال يوم ولا حتى في يوم كنا مناهم. بعد ده كله انا واثق ان الايام هتعوضنا. اكيد بكره الايام هتعوضنا بالناس اللي هتبقى عوضنا، ونكون قاعدين جوه اوضنا بنتكلم وياهم في الحب. دي جزات الانسان اللي الناس يرموه في غياب وظلام الجب. سيدك يوسف ما خرجش من البير بس عشان يدعي ويحكم، سيدك يوسف من حب الله اتحب. وانا واثق ان الايام هتعوضنا بالناس اللي بتفهم في الحب. خلاص الحساب عندي. انت راجل محترم، بس الله برضه في يخليك. الاول وفي الاخر مش هحاسب، انت اللي هتحاسب. هتحاسب؟ لو فهم حاجه من القصيده كان حاسب، بس حساب عندي. ماشي 95.